بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي ومشاهدي المصرية من كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد بخصوص علاج الحمى الشديدة أو السخونية الشديدة. أنت دخلت الصبح أو آخر النهار أو في أي وقت بتبص على غنمك، على عجولك، بتعلف حاجتك ولقيت خروف كامل. اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، ولكن هو حصل بالصدفة فقلت أنزل بيه فيديو. تمام؟ أنت دخلت تعلف في أمان الله، لقيت خروف كامل أو عجل كامل. ألف ب بتسحب الترمومتر وبتقيس الحرارة. الحرارة لو عالية تبدأ تعالج السخونية وتنزل الحمى على طول. أول حاجة تعالجها تنزل الحمى. تمام؟ وبالفعل سحبنا الترمومتر وقيسنا الحرارة، لقينا الحرارة معانا 42 درجة مئوية، ودي درجة حرارة عالية جدا جدا، ودي اللي مخلية الخروف راكن في جنب ما بياكلش وهيخس معاك في الوقت. وبالتالي لا قدر الله لو انت ما خدتش بالك السخونيه لو عليت اكتر من كده ممكن تموت منك الحول. تمام؟ فالحالات الصعبه اللي زي ديت بنلجا للادويه البشريه، لان الادويه البشريه اقوى من البيطريه، لان الدواء البيطري بيعالج على المدى البعيد وبياخد وقت شويه. فانا الحاله عندي صعبه، فعلى ما يبدا يشتغل ويتعمل في الجسم ومش عارف ايه وياخد مجراه ممكن الخروف ما يستحملش والحرارة تزيد وتعلى وهتصرف أدوية على الفاضي ويروح منك. ألف ب في الحالات اللي زي ديت بنلجأ للأدوية البشرية، عبارة تركيبة بنجيبها من الصيدلية البشرية، عبارة عن علبة سيفوتاكس أهي، علبة سيفوتاكس 2 جرام، وده مضاد حيوي. تمام؟ وبنجيب علبة الديكساميثازون أهي، علبة ديكساميثازون بشري برضه، وبنجيب علبة ديكلوفين. تمام؟ وطبعا المية بتاعت السيفوتاكس بنستخدمها. في ناس بتستخدم بتحل الديكلوفين ده اهو والديكساميثازون ده على السيفوتاكس البودرة فقط لا غير، من غير المية بتاعت السيفوتاكس. انا بقول لك استخدم المية على التجربة. ليه؟ عشان ازود الجرعة معايا، هزود الجرعة معايا عشان لو الحالة طولت في العلاج يبقى انا ايه معايا علاج كافي. تمام؟ هنعمل ايه؟ هنطلع عبوة البودرة بتاعة السيفوتاكس، تمام، ونحط عليها المية بتاعتها زائد أمبولين ديكسا ميثازون زائد أمبولين ديكلوفين، وديت التركيبة البشري بتاعتنا. بنحطها كلها في العبوة دي وبنرجها كويس، وبكده يبقى معاك 20 سنتي، معاك 20 سنتي مضاد حيوي على خفض حرارة، على مضاد التهابات، على مضاد حساسية. معاك تركيبة كاملة هتشتغل على الحالة ان شاء الله، وبفضل ربنا في خلال 12 ساعة 24 ساعة الحالة ترجع لطبيعتها ان شاء الله. تمام؟ طب هيبقى معايا 10 سنتي ازاي؟ قصدي هيبقى معايا هنا 20 سنتي ازاي؟ انت عندك المية دي 10 سنتي اهي، لو تاخد بالك، لو تركز معايا اهو مكتوب 10 مللي، باين اهي مكتوب 10 مللي، لو حد شايف معايا يبقى المية دي 10 سنتي، والعبوة دي فيها 3 أمبولات. هاخد بس أمبولين 2 ديكساميثازون، وكل أمبول 2 سنتي، يبقى أنا هاخد 2، يبقى معايا كده 4 سنتي ديكساميثازون زائد 10 سنتي المية بتاعت البودرة بتاعت السيفوتاكس زائد أمبولين 2 ديكلوفين. من هنا الأمبول الديكلوفين عامل 3 سنتي، يبقى هاخد أمبولين ب6 سنتي زائد 4 سنتي أمبولين ديكساميثازون، يبقى ب10 سنتي زائد مية، يبقى كده معايا 10 سنتي في قلب العبوة دي. تمام؟ هنستخدمها ازاي؟ عضل. هنستخدمها عضل. الخروف الصغير هياخد 2 سنتي، الخروف الصغير هياخد 2 سنتي، الخروف الكبير هياخد 3 سنتي، لان ده مضاد حيوي 2 جرام يعني عالي، مع ديكساميثازون مع ديكلوفين، يعني تركيبة عالية وشديدة. الخروف الصغير 2 سنتي عضل كل 12 ساعة، والخروف الكبير 3 سنتي عضل كل 12 ساعة. هتدي دلوقتي
وبعد 12 ساعة جرعة تانية. الحالة تمام تمام، مش تمام هتكمل كل 12 ساعة هتدي من العلاج ده. وزي ما قلنا الخروف الصغير 2 سنتي عضل في الرقبة، وبلاش تدي في الفخذ عشان لو انت ما انتش خبرة السن هيطول العصب بتاع الفخذ ده، هيعمل لك شلل في الحركة بتاعت الخروف، وده ملوش علاج. فأفضل مكان تدي ليك سواء انت خبرة او مبتدئ او لسه اول مرة ادي في عضلة الرقبة. هتمسك الخروف وترفع دماغه لفوق، وقبل الكتف ب2 سنتي 5 سنتي في كتلة كده لينة طرية، دي بنسميها الكتلة العضلية اللي في الرقبة اللي بنحقن عن طريقها، او هو ده مكان الحقن. تمام. وان شاء الله التركيبة دي عن تجربة كويسة وبتجيب من الاخر وبتخلي الخروف يعض في الاكل. يا ريت المعلومة تكون وصلت، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.